ازيكم يا احلى نجوم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنتكلم على توقعات يوم الجمعة 20 مارس 2026. يوم مهم جدا جدا، ويعتبر من الايام اللي فيها نقلة واضحة وطاقة مختلفة خالص عن اللي فات. بصوا كده معايا، من اول اليوم ده احنا داخلين على بداية خطوة جديدة، خطوة ليها علاقة بالانطلاق، ليها علاقة انك تقوم تاني كأنك كده بتبدأ من الاول، بس بطاقة اقوى واوضح. الفترة اللي فاتت كان فيها كده سعي وضغط وتفكير كتير، لكن النهاردة مختلف. في امل جديد، روح جديدة، احساس كده انك عايز تتحرك وتعمل حاجة لنفسك. طب ايه بقى الاحداث الفلكية اللي مخليها يوم مهم بالشكل ده؟ عندنا مشهدين مهمين جدا. اول حاجة، الشمس بتنتقل لبرج الحمل من بعد الساعة 4 العصر، وده انتقال قوي جدا لأنه بيدخلنا على طاقة البدايات والانطلاق. تاني حاجة، عطارد اللي كان متراجع في برج الحوت بيبدأ يتقدم من الساعة 9:30 بالليل، وده بيفك تعطيلات كتير جدا كانت واقفة معانا. غير كده القمر لسه موجود في برج الحمل مع الزهرة وزحل ونبتون والمريخ في الحوت، فاحنا قدام يوم كده فيه طاقة نار ومية مع بعض، يعني إحساس زائد حركة زائد قرارات. اليوم ده عموما كده بيشجع على بدايات جديدة، إنهاء مشاكل، مصالحات، رجوع أمل، بس مع حذر بسيط من التسرع أو الجدل. ودلوقتي هنشوف كل برج بالتفصيل بيقول لنا إيه النهاردة. برج الحمل، انت اكتر برج مستفيد من اليوم ده يا حمل من غير مبالغة. الشمس داخلة عندك والقمر موجود، ومعاهم كمان الزهرة وزحل ونبتون، يعني انت في قلب الحدث حرفيا. اليوم بالنسبة لك مليان فرص، مليان طاقة إيجابية، ومليان إحساس إنك قادر تبدأ من جديد. هتحس إنك عايز تصلح، عايز تقرب، عايز تتصالح مع ناس أو حتى مع نفسك. في اتصالات حلوة كمان وفي قرارات بتاخدها وهتبقى مبسوط بيها جدا. ممكن تصلح مشكلة قديمة أو تبدأ خطوة جديدة في علاقة. استغل اليوم ده لأقصى درجة، خلص شغلك، اعمل مصالحات، خليك واضح في مشاعرك. وأهم نقطة، الجانب العاطفي عندك محتاج إثبات مشاعر، قول اللي جواك. برج الثور، عندك رغبة قوية إنك تخرج من مشاكل أو أزمات، وفعلا بتفكر في حلول وبتحاول تلاقي مخرج. بس خلي بالك يا ثور، بلاش تتسرع وبلاش تدخل في أي جدل. لو حد اتكلم معاك بطريقة فيها هجوم، طنش. لو حد بيستفزك، طنش كمان. انت محتاج تفكر كويس جدا قبل أي قرار، خصوصا لو القرار ده مهم. اليوم هينفع للتفكير والتخطيط مش للمواجهة. برج الجوزاء، يوم حلو جدا وإيجابي ليك يا جوزاء. عندك دعم من الشمس والقمر كمان والزهرة، ومع تقدم عطارد مساء هتحس بفرق كبير في علاقات حلوة، أصحاب بيساعدوك، ممكن حد يعرض عليك فرصة أو يساعدك في حل مشكلة. طاقتك حلوة كمان وحضورك قوي، والناس شايفاك بشكل إيجابي جدا. ممكن كمان يكون في حركة أو تفكير في سفر أو تغيير مكان. نفسيا كمان هتحس بهدوء واستقرار أحسن من الأيام اللي فاتت. برج السرطان، اليوم مهم جدا في القرارات، خصوصا اللي ليها كده علاقة بعقود أو اتفاقات. بس خد بالك، في طاقة عتاب، ممكن تقعد مع حد وتفتحوا مواضيع قديمة. انت قلت، انت عملت، والكلام ده. انت هدفك تحل وتوصل للعدل، بس ممكن الطرف التاني يكون داخل يثبت انك انت اللي غلطان وخلاص، فبلاش تدخل في اي جدال. وكمان خلي بالك من السواقة او اي حاجة ممكن كده تعرضك لمخالفة او مشكلة قانونية. خليك هادي. برج الأسد، يوم جميل جدا ليك يا أسد، ومدعوم كمان بطاقة قوية من القمر والشمس، مناسب جدا للمصالحات، للعلاقات، لأي خطوة إيجابية في حياتك. عندك قبول عالي وكلامك مسموع، وعندك قدرة إنك تقنع اللي قدامك بسهولة. اجتماعيا كمان يوم حلو، قاعدة كده لطيفة، ضحك، راحة نفسية وسط الناس. وكمان عندك حاجة مهمة، إحساسك وأحلامك قوية جدا، ممكن تحلم حلم وتحس إنه ليه معنى حقيقي. برج العذراء، انت خرجت من ضغط كبير وابتديت تدخل على طاقة جديدة. اليوم بالنسبة لك بداية كده خروج من ضيق، من تفكير، من تعب نفسي. هتحس بطاقة إيجابية ورغبة إنك تبدأ وتتحرك. مع تقدم عطارد مساء ممكن يجيلك خبر حلو، اتصال يساعدك، أو تحقق هدف كنت مستنيه. ممكن كمان يكون فيه مصالحات عاطفية. برج الميزان، اليوم محتاج منك هدوء شوية، في تعاملات مع ناس
بس مش هتقدر تبقى على طبيعتك 100%. ممكن يحصل جدال أو نقاشات فيها شد وجذب، فبلاش تدخل في أي جدل. كمان خلي بالك من مواعيدك، ممكن يحصل تأخير أو لخبطة، وممكن تبقى ناوي تعمل حاجة وبعدين تأجلها بنفسك. برج العقرب، استغل اليوم ده كويس جدا يا عقرب، مناسب جدا لإنجاز شغل، إنهاء ورق، ترتيب حياتك. القمر في الحمل بيدعمك في إنك كده تخلص اللي وراك وتتحرك وتبني علاقات كويسة. اليوم ده يوم عملي جدا ليك يا برج العقرب. برج القوس، يوم جميل جدا على المستوى العائلي، في حب، تقارب، قعدة حلوة مع الأهل أو الأولاد. ممكن تبدأ صفحة جديدة في علاقة أو تاخد قرار يخص بيتك، وكمان مناسب لمناقشات مالية بشكل هادي. برج الجدي، مركز مع البيت والعيلة، وبتفكر في قرارات تخصك، بس بلاش عصبية، وبلاش تدخل في خناقات عائلية. ولو عندك ضغط حاول تحله مع نفسك بدل ما تحكي كده لحد يزود عليك. كمان خلي بالك من أي أوراق أو عقود. برج الدلو، يوم مهم جدا للتواصل، اتصالات، علاقات، معلومات جديدة ممكن توصلك. عندك ذكاء وتركيز عالي وقادر توصل لأهدافك. ممكن حد يقولك خبر حلو أو معلومة مفيدة جدا ليك، فاستغل اليوم في المصالحات وإنجاز مشاويرك. برج الحوت، مبروك عليك طاقة جديدة. تأثير ولادة القمر مع تقدم عطارد دول بيخلوك حاسس كده ببداية جديدة جواك. عندك رغبة تبدأ تتحرك تاخد قرار، سواء عاطفي أو مهني. ممكن يكون في حاجة كده جديدة دخلت حياتك ورفعت معنوياتك جدا. بس أهم حاجة حافظ على طاقتك، ابعد عن أي جدل وأي حد بيحاول يثبت إنه صح وخلاص. وكمان بلاش تورط نفسك في التزامات مالية زيادة. بشكل عام كده يا أبراج، اليوم ده يوم بدايات، يوم أمل، يوم تصالح، بس محتاج هدوء وتفكير قبل أي رد فعل. استغلوا الطاقة الحلوة دي لصالحكم. ودي كانت توقعات يوم الجمعة، بتمنى لكم كل الخير والتوفيق. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي أقول لكم باي باي.